مين قال العالم في بلادنا قديم؟ السلام عليكم. احنا قلنا ان احنا هنوقف شويه عشان الامتحانات، بس بعد كده قلنا احنا ليه اصلا ما نعملش حاجه عن الامتحانات. احنا اساسا فكره المذاكره مش بتيجي معانا سكه، احنا بنقرا لنا كلمتين ندخل نحطهم في الامتحانات عشان ننجح، يا اما اصلا مش بنقراهم ندخل نشوف اي عيل دحيح ناخده منه الكلمتين دول وكده بارك الله فيما رزق عدينا. فاحنا ان شاء الله هنعرف ازاي نحل المشكله دي النهارده. يلا بنش نكمل الماتش. يا عم هو انت غاوي تتغلب؟ لا هو ايه يا ماما؟ السلام عليكم. لا انا عند صاحبي بنذاكر. مين حط البوست؟ طيب احنا عرفنا ان احنا بنكره المذاكره وما بنحبهاش ومش جايه معانا سكه، وكل ما اذاكر اجوع وكل ما اذاكر انام وكل ما اذاكر هتقرف ووقت الامتحانات بكتئب، وديكم شايفين الاكتئاب اهو. بس الفكره في ان احنا عايزين بقى نغير علاقتنا بالدراسه دي، عايزين نعرف مشاكلنا عشان نغلبها. ايه مشاكلي؟ انا هتلاقيني مثلا طول الوقت النت بهرب فيه، طول الوقت عايز اعمل حاجات تانية احلى من المذاكره، عايز العب، عايز اروح، عايز انزل، عايز اقعد مع اصحابي. هي يعني انا ممكن ابقى قاعد مش بعمل اي حاجه بس مش جاي معايا اذاكر. عشان اغلب المشكله دي لازم افكر في، يعني انا هكسب ايه ورا المذاكره؟ اغير وجهه نظري ليها. اول حاجه انا عايز ارضي ربنا. هو رضا ربنا ده في المذاكره ازاي؟ ربنا عايزني انسان ناجح، هو خلقني مسلم، خلقني خليفه ليه في الارض عشان ابقى انسان ناجح وابين مدى قوه الاسلام ومدى عظمه الاسلام تبان فيا انا. يعني اي حد فينا بقى هو يبدا يحط هدف قدامه عايز ابقى عشان اعلي صوره الاسلام وعشان ارضي ربنا. يبدا يربط المذاكره بالعبادات. ازاي انا يا رب هقرب ليك وهقرا الادعيه بتاعت المذاكره وهبدا اقرا قران قبل ما اذاكر وهبدا اصلي 5 فروض في المسجد وهلتزم بكل حاجه امرتني بيها عشان تحبني فتخليني ابقى انسان متفوق. مش عيب انك تقرب ربنا وقت الامتحانات، العيب انك تنساه بعد ما ينجحك. تيجي بعديها بقى تفكر في امك وابوك. انا عايز اذاكر عشان افرح امي وابويا، مش بحب المذاكره بس بحب امي وابويا، فابدا اذاكر والتزم في المذاكره عشان ابقى انسان ناجح افرح امي وابويا. رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. لما ازعل امي وابويا ربنا يزعل مني، لما افرح امي وابويا ربنا يفرح مني. لما اشغل تفكيري باللي هبقاه بكره يبدا المذاكره دي تبقى مش تقيله عليا. فانا دايما اربط نفسي بكره بعد النجاح واربط فرحه النجاح بالمذاكره، فلاقي تعب قدامي هتعب عشان افرح فاتعب وامري لله. اخر حاجه بقى انت تبدا تحوط نفسك بالحاجات دي. انا المكان اللي بحب اذاكر فيه احط فيه اي افكار بتخليني اذاكر. اكتب مثلا ورقه صغيره هذاكر عشان ارضي ربنا، هذاكر عشان افرح امي وابويا. اي حاجه انا هذاكر عشان كساره، اي حاجه انا عايز اربطها بالمذاكره عشان اذاكر. يعني احنا شفنا كلنا ايه اللي بيمنعنا المذاكره، معنى كده المفروض كل واحد فينا دلوقتي حاسس ان عنده مشكله محتاجه حل، فاحنا يعني نحلها مع بعض كده. اول حاجه استعين بالله وخد قرار، انا هذاكر دلوقتي حالا في اللحظه دي، انا هبدا اذاكر فهقوم دلوقتي. تاني حاجه انظم نفسي، ايه المواد اللي فاضله عندي او ايه المواد اللي عندي اصلا وايه اللي بحبه فيها وفاضل قد ايه من الوقت، وعلى فكره هتقدر ايا كان حتى لو فاضل لك يومين على فكره انت تقدر. تالت حاجه مكان يريحك نفسيا، يعني انت مكان تكون مرتاح فيه ومبسوط فيه ايا كان بقى، متروق مش متروق فيه، يعني اي حد المهم انت مرتاح ومبسوط. طبعا بما ان النصر صبر ساعه، فانا يعني ايه مش همنع تويتر والفيسبوك واصحابي وكل ده، لا انا عادي همارس حياتي عادي جدا، بس مش هذاكر دقيقه واقعد على النت دقيقه، مش هكلم صاحبي دقيقه وهذاكر دقيقه، لا انا يعني هصبر على نفسي ساعتين مذاكره بتركيز قوي قوي واخد مثلا نص ساعه او ساعه بريك، يعني شوف انت قد ايه. يعني اخر حاجه ممكن اشوف ناس يساعدوني، طبعا الدحيحه اللي هم اكيد مش صحابك، ومدرس كويس. الحاجه بقى الاخيره خالص بجد، يعني احاسب نفسي، ذاكرت النهارده قد ايه، انجزت فعلا اللي عليا، اعاقب نفسي لو انا يعني مش هجلد نفسي ان انا لا يعني، بس ايه لا خلي بالك بكره ان شاء الله اتفادى الخطا ده. بس بص اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده الغش. انا هقول لك حاجه، انت ممكن الغش ده هينجحك جامد جدا جدا جدا، بس على شرط واحد بس، انك تكون راضي وهو راضي. يعني انت ما دام ما انت راضي وهو راضيه واللجنه فاضيه والكلام ده هتقفل. وكمان ممكن في طريقه ثانيه، ممكن لو انت مش عاوز تغش ممكن تغشش، يعني برضو لازم تبان ان انت جدع، ولازم تبان برضو ايه اللي انت يعني انت هتبيع صحابك ولا ايه، يعني صحابك هيسقطوا في اللجنه قدامك وانت بايعهم. كل ده الكلام اللي احنا بنضحك ده على نفسنا. طبعا انا بضحك على نفسي لما في اللجنه كده بغش اقول لا 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 لازم ابقى جدع وبتاع. انت اولا انت وانت بتغش
انت كده بتسرق، سواء انت بتغشش انت كده بترضي الناس في سخط ربنا، وانت لو بترضي الناس في سخط ربنا انت كده ربنا هيسخط عليك هيسخط عليك وهيخلي الناس تسخط عليك. ولو انت ارضيت ربنا في سخط الناس ربنا هيرضى عليك وهيخلي الناس ترضى عليك غصب عنها. بس يعني عاوزين بس نعرف هو احنا اصلا بنكسب ايه من الغش وبنخسر ايه؟ احنا بنكسب على فكره، احنا بنكسب ان احنا نجحنا في الدنيا. طب احنا بنخسر ايه بقى؟ احنا بنخسر رضا ربنا، وبعد رضا ربنا الجنه. وبنخسر ايه تاني؟ بنخسر ان احنا سرقنا بقينا زي الحرامي. بنخسر ايه تاني؟ بنخسر ان احنا بقينا كل حياتنا، كل نجاحات في حياتنا بعد كده احنا اصلا يعني احنا غشينا، يعني النهارده احنا غشينا. طب انا عديت بالغش دوت، يبقى انا النجاح بتاع بكره كان اصلا سببه الغش، فانا حياتي كلها مترتبه على الغش. بس احنا بقى لو احنا وقفنا النهارده مع نفسنا وقفه وقلنا ان شاء الله انا مش هغش عشانك يا رب، انا مش هغش علشان ربنا يوفقني، انا ان شاء الله خدت قرار ان انا مش هغش تاني في الامتحانات ولا هغشش، والله العظيم ان شاء الله ربنا يوفقني. والوضع جميل انا متفائل، عندنا هتشوف مستوى هايل.